بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. وقبل اي حاجه وقبل ما نخش في اي تفاصيل نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده. كابتننا الكبير واسطوره مصر والنادي الاهلي كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى، مساء الجمال. ازيك يا عم فريد؟ اخبار حضرتك ايه؟ نعمه الحمد لله. منور الدنيا ملك الشياكه بوجودك يا حبيبي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك. كابتننا الكبير كابتن طارق العشا. كابتن طارق، اهلا وسهلا بيك. نور يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي يا فريد، منورنا ومشرفنا دايما. خليك. كابتننا الكبير تيجانا كرة القدم المصرية كابتن اسماعيل يوسف. مساء الجمال. هيما عامل مبروك. ايه؟ يا رايق. منور، ايه رايك؟ مبروك مبروك علينا كلنا. الحمد لله. عجبني ان انت اشتريت مني وبعدين رحت مرجع لي البضاعة تاني ورحت شاري مني حاجة تانية. ايوه، قلت لك فالدنيا إيه؟ مشيت فاكر؟ زبادي خلاط. مش فاكر، ما تفكرني. يلا بينا. لا الاول بس بنرحب بالباقي وبعدين نقعد بقى طب نديها بقى. ها نرحب بنجومنا بقى. كابتننا الكبير كابتن سيد معوض. كابتن سيد، مساء الجمال. مساء الفل يا حبيبي. عامل ايه يا غزال؟ زي الفل. كله زي الفل الحمد لله زي كابتننا الفل. الكبير كابتن طارق الساده. كابتن طارق، مساء الجمال. حبيبي يا هيمو، ايه الاخبار؟ زي الفل. لا الناحيه الشمال عندنا جامده النهارده قوي. انتوا نروح بيكم كاس عالم وخلصانه العمليه. الملعب عامل كده. لو احنا في المنتخب بنعاني من ناحيه الشمال. والله العظيم. عندنا عندنا باكين شمال وباك رايت على الدنيا كلها. والله الحمد لله احنا عندنا فرقه جامده جدا جدا يعني. ازيك يا عم حسن؟ عم حسن طبعا مش عارف يمشي في الشارع وبقى نجم كبير. نجم كبير. بص يا عم حسن، احنا مش هنتكلم في التوقعات النهارده عشان نعمل سيميليشن، محاكاه لنفس اللي حصل قبل كده. يوم الثلاث ان شاء الله. برافو عليك. يوم الثلاث قبل الماتش بيوم ان شاء الله باذن الله. ازيك يا الله. دارش؟ بركه يا دروش. نعم. شد حيلك معانا عشان تخش معانا في الصوره. يعني توقع صح عشان الدنيا تمشي زبادي خلاط. انا وعم حسن واحد. ماشي حبيبي يا درش. طيب تعالوا افكركم انا قلت ايه بعد ماتش كوت ديفوار. يعني اليوم اللي كوت ديفوار كسبت فيه بوركينا. تعال بقى نشوف. تعال نشوف. يلا بينا. يلا بينا. عشان بقى لي سنغال، مين اللي هيكسب؟ سنغال. خلص، انتهت القصه. تقعد بقى تحكي لي بقى في سيناريوهات وتقعد تحلم وتقعد تقول لي سيناريو. ما فيش الكلام ده يا باشا. فوقوا بقى، ها، عشان نبقى متفقين. مغرب وكاميرون، جزائر ونيجيريا، الكبار كلهم، الاشاوس كلهم. مصر وكوت ديفوار. النهارده كوت ديفوار فرحت، دي اخر فرحه يا باشا. اخر فرحه. شبح انت وهو، انت جاي للمصري. واحنا بفضل الله في الماتشات الكبيره قدام كوت ديفوار وقدام الفرق اللي هي كوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا والاشاوس بتوع افريقيا، احنا بنعرف نعمل حاجه. فانا مش قلقان، واقسم بالله ما قلقان. احنا في الماتشات اللي شبه كده، في الماتشات اللي قدام الفرق ديت، لما ما بتمشيش معانا اداء بتمشي معانا رجوله، بتمشي معانا جدعنه، بتمشي معانا روح. فانا في الماتشات اللي شبه كده انا ما ببقاش قلقان. زي ما يبقى الخصم اللي قدامي بنين اهو. بنين امبارح انت كنت قاعد متكهرب، لكن انا ماتش كوت ديفوار ده والله العظيم متفائل. اهو اول من اخباركم، والناس عماله بقى يتريقوا عليا يقول لي يا عم انت جايب الثقه دي منين وجايب الموضوع منين؟ يا جماعه انت بتبص على الرصيد بتاعك وبتبص على التاريخ بتاعك وبتاخد منه وبتدي دفعه معنويه للناس. جزء كبير من المهام اللي بتبقى على كتافنا احنا كاعلام انه نوصل رسائل ايجابيه. يعني انت النهارده توصل رسائل ايجابيه للعيبه بتاعتك. ده مش بيع تفاؤل وهمي، عشان بس في فرق ما بين ده، بيع التفاؤل وبشكل وهمي، وما بين ان انت بتتكلم عن حقائق وبتتكلم عن امكانيات وقدرات. احنا قدام الفرق الكبيره بنبقى قادرين نصلب طولنا، والحمد لله عندنا لعيبه كبيره وعندنا لعيبه محترمه وعندنا مدير فني محترم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المسيره بتاعتنا مكمله ومسيرتنا تظل ناجحه. كباتننا بقى الكبار نبتدي ناخد ارائهم في ماتش امبارح واللي حصل، وهل كان كابتن مصطفى عبده مثلا متخيل السيناريو ده يحصل ولا لا؟ بص يا ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا فرقه كبيره قوي. فرقه كبيره زي اسم مصر كبير قوي. فاللي انا كنت متوقعه ان حتى امبارح بالذات مولد كوتش جديد للكره المصريه هو حسام حسن. هو ليه بقول لك كده؟ لان حسام اتظلم الفتره اللي فاتت، عليه ضغط عصبي كتير قوي من بعض الناس، من السوشيال ميديا ومن بعض الناس، والناس واحنا بنلعب الماتش كمان بتشكك ان احنا ممكن نتعادل وممكن نطلع. الكلام ده انا كنت قاعد في وسط ناس وعارف يعني. انما حسام امبارح ربنا كرمه في التشكيل، في التغيير، في التكتيك، في كل حاجه كان بيعملها امبارح، ورجع الروح للقتاليه بتاعت اللاعبين اللي احنا كنا مفتقدينها الفتره اللي فاتت دي. فامبارح حاجه اللي عمله حسام والفرقه، عملوا سيمفونيه غير عاديه فرحوا الشعب المصري. انا عاوز اقول بقى ايه بالراحه كده للناس اللي هي مستنيه ان احنا نقع. جايز احنا ممكن نخسر وممكن نكسب، دي كوره. بس الناس بقى اللي هي بتطلع على السوشيال ميديا، اللي عاوز يخش على اليوتيوب واللي عايز، كل واحد كان
بيستنى إن حسام بيقع. انا بقول لك ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن كرة فيها مكسب وفيها خساره، بس اللي عمله حسام مع الفرقه اللي اتعمل امبارح وخلى وكالات الانباء العالميه كلها اتكلمت، ورفعت صلاح كمان مع الجمهور بتاع ليفربول الانجليزي ومع جمهور افريقيا. كنا اتفرجت على انترفيو مع صلاح مع الراجل المدير وكاله مش عارف ايه كده في كوت ديفوار. الراجل ما كانش مصدق طبعا، كان بيتكلم صلاح بيقول له انا بشكرك ان انت وافقت ان انت تعمل معايا انترفيو، انما بقول لك انت فعلا ملك، كينج بتاع مصر ودي وكينج بتاع افريقيا وكينج بتاع العالم. فامبارح اللعيبه كلها عشان ما ننساش حد فيهم من كبيرهم لصغيرهم، بالناس اللي نزلت تقول لك تكتيك اتعمل اعلى مستوى، اتعمل التكتيك امبارح، وناس احنا فوجئنا في التشكيل. صحيح. طيب في نقطة كمان يا كابتن اسماعيل، ويمكن احنا لمحناها من بدري، وحضراتكم طبعا لان انتم نجوم كورة فبتحسوا المعسكر بيتحس بيتجس، الروح. انت بيبان لك الروح. امبارح الكلام اللي احنا كنا بنقوله ما بيننا وما بين بعض وبنطلع نقوله للناس على الشاشات قالوا محمد صلاح، ومحمد صلاح شخص صارم جدا، ما فيش كلمة بيقولها هو مش عارف هو بيقول ايه. قال ده يمكن يكون واحد من افضل المعسكرات اللي انا قضيتها في حياتي. لما يقول كده محمد صلاح على كل نجاحاته الكبيرة اللي عملها، على كل الامور الكتير اللي قدمها، لا يبقى هنا احنا فعلا بنتكلم عن مشاعر حقيقية وصلت لنا ان المعسكر ده حصل فيه تناغم كبير ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني الكابتن حسام حسن. كان واضح يا ابراهيم، احنا قلنا الكلام ده من اسبوع تقريبا في بدايه المباريات، ان كان واضح ان بعد كل هدف احنا بنجيبه الدكه كلها بتقوم على اللعيبه، خصوصا هدف صلاح في زيمبابوي اعتقد. ايوه. وانا اتكلمت معاك وقلت ان المباريات اللعيبه بتعلى مع المباريات القويه. ايوه. مع مباراه جنوب فرقه افريقيا كنا بتتولد في كويسين، البطوله قلت كده. انجولا كنا كويسين، بنين خدنا اللي احنا خدناه منه من النتيجه، وبعد كده كل المباريات بالنسبه لنا اللي جايه قويه جدا. واعتقد بالروح اللي موجوده والتكتيك اللي لعب بيه حسام، لعب بيه جنوب افريقيا مع اختلاف الافراد. يعني كل الناس امبارح كانت بتعمل فوكس على امام عاشور. امام كان كويس جدا، واللي خلاه كويس جدا طريقه اللعب، لان لما يحط له مروان وحمدي ادوا له نفس اكتر، لان هو كفيزيكال فيتنس لسه ما وصلش للتوب فورم، وبرغم كده عمل هدفين وكان نجم من نجوم المباراه. حقيقه الاداء كان بالنسبه لي مش مفاجاه. حسام ارقامه مع المنتخب من اول ما بدا لغايه امبارح ارقام كلها ايجابيه، ما اتهزمش ولا مباراه الا مباراتين وديتين بس. وانا دايما في كل برنامج بتكلم في الجزئيه دي، لان ارقامه لا تستحق ان الهجوم اللي عليه او التشكيك فيه، او لا. حسام مدرب كبير، وواضح ان هو مدرب كبير، واللعيبه عامل جو كويس جدا جوه الفرقه. في تناغم بين الجهاز الفني وبين اللعيبه، واعتقد ان شاء الله باذن الله زي ما احنا توقعنا. انا اشتريت منك وعلى كوت ديفوار ان شاء الله، وزودت حته صغيره. أيوة. ان شاء الله باذن الله هتبقى مصر مع المغرب في النهائي ان شاء الله. يا رب يا رب، اللهم امين. طيب كابتن طارق، احنا كمان شفنا من ضمن الحاجات انه الكلام اللي احنا كنا قد نتخيله قبل قدوم الكابتن حسام حسن مع محمد صلاح، قد كده بنشوف امبارح محمد صلاح بيضحك وبيهزر في المؤتمر الصحفي، بيقول لك الكابتن حسام حسن بعد ما كان بيقول لك ان احنا اتنين لعيبه محترفين وربع، قال لك احنا بقينا 3/4 وما بقيناش بنلعب. الجو والحاجات اللي شبه كده اظن ان هي المرح، الهدوء، الراحه، راحه الاعصاب، اظن ان هي بتساعد الى حد كبير انه اللعيبه ذهنها يبقى صافي، ان هي تطبق كويس، تنفذ كويس، لان طريقه اللعب اللي امبارح احنا لعبنا بيها الكوره ما كانتش معانا، ودي فيها مخاطره كبيره جدا. انت باني اللعب على ان انت تعرف تقطع الكوره كويس من نص الملعب، وبالتالي تعمل تحولات كويسه. كل الامور دي اعتقد ان هي سامه. مفيش شك يا ابراهيم. خلينا نقول مبروك لمنتخب مصر، مبروك للشعب المصري. اعتقد ان حسام كسب القضيه بتاعته في قيادته لمنتخب مصر، لان زي ما احنا متفقين كلنا جميعا ان حسام تعرض يعني صراحه لموقف تشكيك كبير جدا في قيادته للمنتخب. ولكن البطوله زي ما كلنا يعني اكدنا ان مولد المنتخب المصري في بطوله. طب هو مش نجاح حسام ده انتصار كبير
مدرب للمدير المصري. الفني المصري. طبعا، ما انا عاوز اكد. ودي اخر حبايه مصريه ده اللي انا كنت بتمسك المنتخب تقريبا بعد يعني حاجات ده اللي كتير. انا كنت عاوز يعني اكده في كلامي. يعني صراحه يعني كلنا كمدربين مصريين لما بنلاقي مدير فني بيبقى على قمه الهرم اللي هي كمنتخب مصر، وفي بطوله كبيره او في تصفيات كبيره او بطوله كبيره زي بطوله افريقيا او بطوله كاس العالم وينجح، النجاح ده واصراره على النجاح والتوليفه اللي انت بتقول عليها، نجاحه في لم اللاعبين والروح المعسكر اللي اعتقد يعني بينعكس روح المعسكر ديت الايجابيه على ادائهم داخل الملعب. انا صراحه ما شفتش الاداء بتاع المنتخب اللي بيأديه في البطوله ديت من خلال مشوار المنتخب في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا ولا ده احلى بكتير. مش احسن. الولاد مركزين جدا جدا في هويه وفي الاداء، في شخصيه المنتخب المصري اللي بترجعك للكابتن الجوهري، اللي بترجعك للكابتن حسن شحاته. البطولات بتاعت 86 كابتن، يعني كل الكباتن دي عاشت البطولات دي. كنت موجوده طبعا. البطولات دي كلها 2006 2008 2010. لا انا بقول كنت موجود بتشجع. مايكل سميث لسه صغير. سنتين يا كابتن، كان عندي سنتين. 86 يعني رجعتنا للتاريخ الكبير لمنتخب مصر والهويه اللي كانت في الفتره اللي فاتت. احنا بقالنا 15 سنه فاقدين الهويه دي. صح. فالنهارده انت لما تعيد هويه وشخصيه الكره المصريه هو نجاح لكل من ينتمي لمنظومه كره القدم في مصر. صحيح. فيعني انا يعني مبسوط لحسام ان كسب قضيته ودافع عن قضيته بشكل كبير جدا. انا حتى ملاحظ في كلامه بعد النجاحات دي في هدوء. برافو عليك. في هدوء كتير جدا. لا هو حتى امبارح حضرته للماتش كمان هادي امبارح. واقف هادي بالظبط، ما كانش مشدود، موصل للعيبه انه هادي. لا في ثقه. المنتخب المصري اصبح الفرق الكبيره المرشحه. يعني انت لما كنت بتعمل ترتيب للي هيفوز بالبطوله في المغرب كان منتخب مصر بيجي بعد 4 فرق. مش كده؟ او 4 5 فرق. بس انا بتفائل قوي، بحب كده قوي. النهارده شخصيه المنتخب المصري فرضت نفسها في البطوله. صحيح. فكل المنتخبات كلنا كنا خايفين من كوت ديفوار حامله اللقب. ايوه. حامله اللقب. أيوة. الفريق اللي كان رقم 3 في البطوله اللي خدها ثم خد البطوله. فريق مؤجج بالنجوم. لكن النهارده لما تفرض اسلوب، والناس كلها خلي بالك كانت مشككه في استخدام حسام حسن الاسلوب ده قبل المباراه. أيوة. لكن كون ان هو يقرا المباراه بشكل كويس ده مذاكره كويسه، ثم يختار الاسلوب المناسب، ثم يفاجئنا ب2 لاعبين اجادوا في المباراه، امام وحسام عبد المجيد. صح، برافو عليك. الاثنين دول اختيارهم كان اختيار جيد جدا جدا نظرا للقراءه الجيده، لان اسلوب الفريق الكوت ديفواري كان بيعتمد على ارسال الكرات العرضيه لايفان، وده كان راس حربه قوي جدا جدا، فكان لازم نقفل عليهم. الاطراف اللي هي كانت مرعبه، ديوماندي على ديالو اتقفلت عليهم بشكل. البطوله دي اعادت فتوح للظهور مره اخرى. صحيح. بعد ما كان بعيد كتير جدا، وده نجاح لحسام في يعني ان ينجح في تاهيل فتوح قبل البطوله ثم يرجع تاني. الاسلوب في الغلق بتاع نص الملعب، في المساندات الدفاعيه، وربيعه وياسر تالقوا بشكل كبير جدا جدا في الزاويه عن مرماهم، بحيث ان انا ما شعرتش في خطوره على مرمى الشناوي. يعني لما انت تفضل الوقت ده كله وتمنع فريق مؤجج والسكاوت بتاعه قوي جدا ورصيده في الاهداف قوي جدا، وان ما يوصلش لمرمى الشناوي. اي نعم انت سبت له الاستحواذ، لكن ماذا يفيد الاستحواذ في عدم التهديف؟ طيب خلينا ناخد من كلام حضرتك واروح للكابتن سيد. احنا بنتكلم على فتوح تحديدا، وفتوح جاي من بعيد جدا، واصابه كانت لحمدي. فتوح امبارح بتشوف ازاي، بتقيم اداؤه ازاي، وفيما هو قادم كمان احنا عندنا ماتش تقيل قوي قوي قدام السنغال يعني. طيب انا هتكلم على فتوح، بس انا محتاج اتكلم في 3 نقط تانيين بس غير فتوح. بس فتوح من الماتشات الحلوه اللي زي ما اتكلم الكابتن طارق، هي عوده كبيره بالنسبه له. بس انا شخصيا انا اتمنى حاجه بقى كبيره بالنسبه لفتوح. اخد المباراه دي بدايه بالنسبه لي. انا مش عايز اشوف فتوح كل 4 سنين. ما اشوفوش في كاس الامم مع كروش واجي اشوفه في كاس الامم مع كابتن حسام حسن. صح. ربنا بيديله فرص كتيره جدا.
لو سمحت استغل الفرص دي وحافظ على النعمه دي. افضل يعني عندك بعد 6 شهور او 5 شهور كاس عالم، لازم تبقى موجود، انت الوحيد اللي موجود. يعني صح. محمد حمدي اتعور، عنده رباط صليبي، مش هيلحق البطوله، انت الوحيد اللي ضامن مكانك ان انت تبقى موجود في كاس العالم. فلازم لازم تكون انت من نجوم الفرقه، لا المكان ده بتاعك. فانا امنيه حياتي بالنسبه للفتوح ان انت تستغل الفرص. انت عمال ضيعت من حياتك حوالي 4 5 سنين مش محسوبه. كابتن طارق بيقول لك هو اختفى في الاربع 5 سنين دول، فعودتك دي لازم يبقى المباراه دي بدايه بالنسبه لك، ابقى حاسس بالنعمه اللي ربنا ادهاني وبالموهبه اللي ربنا ادهاني. دي نصيحه غاليه يا ريت يسمعها. لازم احافظ عليها. ابراهيم الفرص مش هتتكرر تاني. لا. ربنا ادالك كتير عشان العمر بيجري، خلي بالك. وانت عمرك في الكوره هيبقى قد ايه يعني؟ انت عندك في الكوره كام 4 5 سنين يعني. بس وهنتكلم بامانه. محمد حمدي لو سليم فتوح ما كانش هينزل الملعب. صح. فربنا ادالك فرصه تانية، لازم الفرصه التانية دي تحافظ عليها وتأدي وتحافظ على النعمه اللي انت فيها. والنقطه التانية لازم تشكر حسام حسن ان هو وثق فيك، ان هو جابك انت قبل البطوله. ممكن فتوح ما يبقاش لعيب في منتخب مصر في بطوله كاس الامم، كان ممكن الكابتن حسام لو لقى باك ليفت تاني. بصراحه حسام حسن افضل على لعيبه كتير في الملعب. كابتن حسام ليه فضل كبير جدا على فتوح، فلازم تحافظ على النقطه دي. وامام والشناوي تحديدا وحسام عبد المجيد، يعني في مجموعه لعيبه انا احس انه لولا اصرار حسام حسن عليهم ما كانوش هيبقوا موجودين، وهم طلعوا رجاله، وهم بامانه ردوا الجميل للكابتن حسام جوه الملعب. فدي نقطه مهمه. لا فتوح لعيب كبير، عنده امكانيات كبيره جدا. ارجع بمباراه المغرب في كاس الامم مع كروش، بيلعب على حكيمي، واحد من احسن اللعيبه في العالم في الحته دي، وبيقفل وبيهاجم وبيدافع وبيعمل كل حاجه. فده الطبيعي بتاعك، فما تخسرش الحته دي. يعني لازم تفضل في المستوى ده طول الوقت. ما ينفعش العب بطوله واغيب بعدها 2 3 سنين. لازم احافظ على النعمه دي، وان شاء الله هو الماتشات الجايه يبقى من الناس المؤثره في الملعب والناس اللي تكسب منتخب مصر. انما نتكلم في حاجات يعني الواحد انبسط بيها جدا في المباراه. يعني اولا اللقطه اللي هي بعد الجون اللعيبه كلها ساجده وعوده منتخب الساجدين، دي لوحدها حلوه. فكره يعني بترجعك، بص بتحسسك. خلي بالك الجمهور في مصر بيلتف حول الحته دي جدا، يعني بيحبوا الحته دي. اول ما يلاقي منتخب الساجدين، هو كان بيحب منتخب مسمى الاسم ده، فانت اما تتشبه بيهم فالناس بتحبك، بترجع تاني تشبهك بيهم. فانا بشوف ان دي نقطه ايجابيه جدا. كويس. النقطه الاهم برضو بالنسبه للكابتن حسام، انا بشوف ان المباراه دي تاريخ كابتن حسام مع منتخب مصر التدريبي. لما تلعب حامل لقب وتلعب بطريقه لعب تكون موفق فيها بنسبه 100%، باختيار الاشخاص وتوفق فيهم بنسبه 100%. والاهم حتى من طريقه اللعب اللي انا شوف اللقطه دي يا ابراهيم، بتفكرك على طول اول ما تشوفها ده منتخب مصر، من غير ما ده منتخب مصر على مدار العصور في ال 10 15 سنه اللي فاتوا. هي دي اللقطه. كابتن حسام حسن في اختيار طريقه اللعب والاشخاص. النقطه الثانيه اللي انا بشوفها اللي ممكن كانت غايبه عننا فترات كتيره جدا، ان انت وانت الكوره معاك، هو كابتن حسام كان محضر هيعمل ايه. يعني وانت الكوره معاك، الجول الاولاني ده مش حاجه كده باي لك. الباص بتاع امام لمرموش، هو انت مرموش وصلاح عارف امكانياتهم، 2 صراع، 2 عندهم امكانيات، لو من ربع فرصه هيجيبوها جوان، فاستغلوها بشكل كويس، فانت ساعدتهم. اللقطه بتاع امام، الجون بتاع صلاح الثاني، خلي بالك. واي حد طبيعي، الناس برضو اللي بتتكلم في الكوره كتير يقول لك الكتاب بيقول اعمل كذا، 6 لو اتحرك هنا، 8 لو اتحرك هنا. لا هو امام اصلا اتحرك في ظهر الناس، باص عالمي من رامي ربيعه، باص موفق جدا. امام وهو بيلعبها، خلي بالك ممكن لعيب كوره تاني يلعبها بشماله. ايوه. فتاخد وقت تاني خالص. أيوة. الراجل عملها بوش رجله، لان هو ده حته كده ابو تريكه، حته ابو تريكه. دي حته بقى لعيبه الكوره في ايه؟ انا ضامن وش رجلي بنسبه 100%. أيوة. انما مش ضامن شمالي بنسبه 50 60%. صح. فانا العب المضمون بالنسبه لي. وصلاح برضو قطعت صلاح قدام المدافع. قدام المدافع انت عارف، انا لو بكلفت وفي نفس الطريقه دي لازم اشيل صلاح بالكوره. هي دي النقطه. انا في لقطه زي دي يا ابراهيم، كنا بنلعب بايرن ميونخ ضربه جزاء بقى وخلاص، على الاقل احسن من جول. كنا بنلعب بايرن ميونخ في قطر، ماتش ودي، الكوره اتعملت زي الكوره دي بالظبط، كان روبن وده شلته بالكوره بكل حاجه، بس ربنا سترها ان الحكم ما حسبش حاجه. انت بس شلته انا وهو خلاص بقى. انت بالكوره بالمدرجات بالعرض يلا بره. لعيبه الكوره الحريفه، يعني صلاح خطف الراجل، يعني خطفه في الخطوه دي، وان هو يحطها بوش رجله برده عكس اتجاه الجون. فده برده الحاجات دي كلها
ده دليل ان الكابتن حسام بيعمل حاجه في التمرين. انا عايز العب على حاجه معينه، انا بدافع بشكل كويس وده طبيعي جدا، بس هو معايا الكوره ده الاهم، معايا الكوره بعمل بيها ايه؟ والخطوره بتاعتك انا عندي لعيب سريع زي مرموش، استغله ازاي؟ العبه طيب. في مساحات طول بمناسبة الوقت. الباك ليفت ما سبتش للكابتن طارق في 2008 اي حاجه ليه؟ ايه يا كابتن لا، طارق؟ والله سبت له، بس الكابتن حسن اللي مرضي يعني انا سبت له حلوه وكان لا مش تعرف ان انا مذاكر مرتين جدا ما سبتش حاجه. فكرته ليه؟ والله كانت نيتي حلوه مني ان انا والله بفكرك. كانت نيتي بتفكرني صافيه طبعاً. لا قال ما انا لك عايز سبت افهم بقى ايه اللي حصل في 2008 ما سابلكش ليه؟ لا يا عم، هو ها. سيد كان عامل بطوله كويسه جدا، وكان من افضل اللعيبه اللي موجوده في البطوله، وسيد كان يستحق ان هو يكمل بصراحه. طبعا كل واحد نفسه ان هو يلعب ابراهيم عادي، مفيش مشكله. بس افكرك ساعتها لما خرج مين اللي نزل؟ شادي محمد. لا 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 بس هو النهارده ليه ايه بقى؟ سخان ولا ايه؟ الله. النهارده سخان النهارده ولا ايه؟ بس هو ليه؟ خد آه. بالك في الماتش ده احنا كنا كسبانين 1-0 وبنلعب كوت ديفوار برضه. ايوه كوت ديفوار صح صح، لا، قبل لا. النهائي. ايوه لا كنت ديفوار كنا كسبانين 2008 2008 يعني كنا كسبانين 4-1. كان ماتش ايه يا ابو سيد؟ الدور الثمانيه كان ماتش انجولا. انجولا كان 2-1 اخر 10 دقايق. وكابتن حسن عايز يدافع اكتر، فلاعب شادي كباك ليفت سيرد باك. بس انا عايز اتكلم في حاجه بقى مهمه جدا. يلا. كلنا اتكلمنا هجوميا وشكل الفرقه لا، الكابتن حسام حسن كمان والكره مش معاك. في حاجه اتعملت في الملعب ابراهيم مهمه جدا جدا جدا. خطوره فرقه كوت ديفوار بتتلخص في قوه الجناحين دوموندي واماد ديالو، ومين اللي بيلعب لهم الكوره، مين اللي بيديهم الكي باص. سنجاري اللي هو نمره 7. طول الوقت هتلاقي نمره 7 ده امام عاشور معاه. ايوه وقافل عليه. ايوه وقافل عليه في كل الوقت. حتى الجون الاولاني اللي جابه مرموش، الكره مقطوعه من الشخص ده بامام عاشور. من حمدي فتحي لامام عاشور او حمدي فتحي. والباصت لامام وامام حطها. هنا الفكره في ايه؟ ان الكابتن حسام مذاكر قوي وقاري قوي، حتى والكره مش معايا. ايوه حتى والكره، خطوره الفرقه دي كان في حاجتين ثلاثه، خاصه والكره شغاله. أيوة. بعيد عن طبعا الكرات الثابته والكلام ده اللي احنا لازم نشوف حل فيها، لان دي برضو كانت بمثابه عامله مشاكل علينا، انها ضربات جزاء علينا بمثابه ضربه جزاء. أيوة. بالفعل. فالحته دي كانت مفتاح من مفاتيح المكسب، او مفتاح من مفاتيح مذاكره الكابتن حسام. لان كل الناس بتتكلم اصل الكابتن حسام دافع كويس. هو بيدافع كويس، بس برضه كان بيهاجم كويس جدا باوقات كتير جدا. بس هو عارف المفاتيح اللي هي يقدر يقطع منها، يعمل تحول هجومي، لان صح. هو شغله كله كان تحولات عن طريق صلاح ومرموش. طب انا هقطع فين؟ هقطع في الحته دي. خلاص يبقى هركز على الشخص ده اللي هو نمره 7 او سنجاري ده، اللي هو امام يبوظ له اللعب، ما يخليش فرقه كوت ديفوار تيجي عليك كتير في الحته الهجوميه. زائد كمان النقطه الاخيره، عشان انا واضح ان في فاصل صح؟ طيب خطوره الاثنين الجناحين بتوع كوت ديفوار، ديالو ودوموندي، كان بيخلي السردباكين هم اللي يطلعوا قبلوهم، وفتوح وهاني يقابلوا الباك والباك. دي ريحت بشكل كبير جدا فتوح، وريحت بشكل كبير جدا هاني، وخلتهم كمان اول ما بيقطعوا الكوره ممكن يكملوا في الحته الهجوميه مع المجموعه اللي بتهاجم، سواء صلاح ومرموش وامام عاشور. قبل ما تطلع فاصل، يلا اتفضل. عايز اشكر بس محلل الاداء بتاع الكابتن حسام حسن. ايوه لانه واضح محمود سليم. محمود سليم. اللي عايز اشكره فعلا، لانه واضح ان هو ترتيب المباريات من مباراه جنوب افريقيا من احسن المباريات اللي احنا لعبناها. انجولا بالرغم ان احنا غيرنا كل الفرقه برضو من المباريات الكويسه. مباراه امبارح واضح جدا ان كان في لينك بينه وبين كابتن حسام في قرايه فرقه كوت ديفوار. صحيح. طيب عايز اقول نقطه مهمه جدا، يعني عشان بس نبقى واخدين بالنا منها فيما يتعلق بجزئيه اللي بيصدر مننا. وانا هنا بكلمنا احنا، يعني انا بكلمنا هنا المجتمع المصري، بكلمنا احنا اللي بيطلع مننا وبيوصل للناس بيوصل ازاي. مهم قوي مهم قوي. طالما انا بتكلم في الفقرات التحكيميه ابقى وازن الكلام اللي طالع. مهم قوي لو انا بتفرج على ماتش من الماتشات وهحلل تحكيم، ما اتكلمش على الجنسيه بتاعه الحكم، ما اتكلمش على حاجه اكتر من اللعبه نفسها. لكن كون ان احنا يبقى عندنا خبراء تحكيم وكلهم انا بكن لهم كل تقدير واحترام، الاسماء الكبيره بتاعتنا لازم تاخد بالها من كلامها، لان عناوينها تصدر في الخارج، تصدر لاخواتنا في المغرب، فيفهموا الموضوع احيانا غلط، يفهموا ان القصه
في مصر مش بس بيتكلموا على تحليل الكوره، ده يقصدوا حاجه، وانا عارف كويس ان ما فيش حد عندنا يقصد حاجه، ولا في نوع من انواع الكلام عن المجامله التحكيميه ولا 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 ولا. بس انا بكلمنا احنا عشان ناخد بالنا جزء من احساس اخواتنا في المغرب، شويه بالضيق، شويه بالكلام اللي احنا بنشوفه، ان الفقرات التحكيميه عندنا لما في الفتره الاخيره بدات الناس تتكلم في الكرات، وتحديدا ماتش تنزانيا والمغرب، اهو انا بقول اهو بشكل واضح، بدا ده يعمل ازمه بدون اي لازمه. فنداء اهو واضح وصريح، وانا سكه ودغري، نداء لكل الساده المحللين الكبار بتوعنا، كل محللين وخبراء التحكيم، اشوف لو حلل فنيا اللعبه من باب الاستفاده، من غير ما نخش في تفاصيل او نقول كلام او يبقى فيه تعبيرات تفهم بمعاني او تفسر بشكل خاطئ. ويا جماعه، وده كلام بقى لينا احنا لسه جوه البطوله يا اخوانا، ولسه عندنا ماتش السنغال. هل من المنطقي والحكيم ان انا هطلع هاجم التحكيم الافريقي عبر كل الشاشات المصريه اللي موجوده في كل وقت وكل مكان، كما لو ان انا بسخن عليا الناس؟ شويه منطق، يعني شويه منطق. انا هنا بشوف انه في دور كبير حقيقه، وانا دايما بشيد بالمجلس الاعلى للاعلام، المهندس خالد عبد العزيز ومجموعه العمل بالكامل. لازم برضه يبقى في اشارات واضحه، زي ما الناس كان عندهم رؤيه معينه في الموضوع ده، يبقى في اشارات واضحه للناس ايه الرسائل اللي احنا محتاجين نوصلها. وده نوع من انواع الذكاء في التعامل مع الموقف وكيفيه المخاطبه داخليا وخارجيا. بمعنى اصح، ما نخلقش لنفسنا ازمات بدون اي داعي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. عدد واحد فاصل في السريع منه ونرجع نكمل.